بصوا البث اتقطع، معرفش ليه الصراحة. مرة واحدة الجهاز ما بقاش ينطق، يعني بس هو اللي كان شغال. فانا هضطر احكي لكم الحكاية من الاول عشان لازم يبقى الفيديو على بعضه. دلوقتي من اسباب اللجوء، هقول تاني، من اي بلد، اللجوء السياسي ده من ضمن الاسباب ان الدولة تمنعك من التقاضي، تمنعك انك تاخد حقك. زي ما احنا كنا باخد حكم واتمنع ان انا انفذه، وكان المحامي بتاعي يسلم الصيغة التنفيذية الاصل عشان يدي الحق للوزارة ان انا مرفعش عليها قضية تنفيذ حكم قضائي. والمفروض ان انا مسلمش الصيغة التنفيذية غير لما الحكم كله ببنوده يتنفذ. فكان المحامي اللي معايا بيبيعني، عشان انا طبعا ما فهمش القانون وما فهمش التفاصيل دي، وبيبقى قابض فلوس من الوزارة. ماشي، كل المحامين اللي انا اتعاملت معاهم عملوا معايا كده. فوصلنا لمرحلة ان في 2 موظفات كانوا اترفدوا معايا لانهم مسكوا قضية، مش مسكوا قضية، الموضوع جه بالصدفة ان في مناقضة جات للجهاز المركزي بتسأل على فلوس المعونة الإيطالية راحت فين. اتاري اللواء انور حلمي اللي هو كان ماسك وكيل اول الوزارة عمل حساب شخصي باسم المدير المالي ساعتها اللي كان اسمه محمد شاهين، وحولوا فلوس المعونة الإيطالية للحسابات الشخصية. وده حصل وقت الثورة الميمونة اللي ضباط الجيش كانوا محتلين الوزارات كلها علشان يسرقوها. وده سبب ان ضابط الجيش بيشتغل شغلانة تانية بعد المعاش بتاعه في الوزارات في القطاع العام. وده سبب انه القضاء الاداري ما بيجرمش استغلال النفوذ. وده سبب ان القضايا اللي بتتحول الاستيلاء على المال العام والحاجات دي لازم تطلع من الرقابة الإدارية، من الحرامي اللي ما بيوزعش عليهم، أو من الحرامي اللي بيسرق لوحده، أو من الحرامي اللي يقل أدبه عليهم أو يتجاوز الخطوط بتاعته. فأنا بحكي لكم الفئات الأمنة اتكونت ازاي، من أكبر واحد لأصغر واحد. من ضمن طرق عدم تنفيذ القانون الشكل اللي اداهولنا السيسي يوم غيط العنب، لما كان بيفتتح مشروع غيط العنب في اسكندرية، وطلع قال أنا ماليش في أحكام القضاء ولا ليا في القانون ولا ليا في الكلام ده. في نفس الوقت كان على قناة تانية مبارك كان بيشهد في قضية الهروب بتاعة المساجين، وقال ان هو ما يقدرش يتكلم فيها غير بعد تصريح من رئاسة الجمهورية، لان هو طلع على المعلومات بصفته الوظيفية وقتها، فما ينفعش ان هو يطلع تصريحات من غير ما ياخد موافقة. فكان قدامنا اخر رئيس لجمهورية مصر العربية بيطبق القانون مع اول رئيس لجمهورية مصر العربية بيخترق القانون، بيهد القانون وما بيعترفش باحكام القضاء. تمام، لغايه ما وصل لها لانهم قالوا له خد دي اللي هو عملها دي لما هو مسكها. نيجي بقى للناس الستتين اللي جالهم كانوا ماسكين ماليات واكتشفوا السرقه بتاعت انور حلمي وكيل اول الوزاره مع المدير المالي مع العصابه اللي جوه الوزاره بمكتب الوزير، ان هم بيسرقوا بيعملوا حسابات شخصية باموال الامم المتحدة والمعونات اللي بتيجي من الدول اللي بره،
وبيطلبوا نفس الفلوس تاني من ميزانية الدولة ينفذوا بيها المشاريع علشان يدوا مخلصات للجهات الدولية أو الأجنبية إنها نفذت بالفلوس اللي هم ادوها. فلما الستتين دول اكتشفوا الموضوع ده راحوا الرقابة الإدارية ادت أمر للوزارة إنهم يرفدوهم، لأن الرقابة الإدارية بتاخد من الفلوس دي. لما بدأوا يروحوا لأمن الدولة، للأموال العامة العليا كنيابة، بدأت الرقابة الإدارية تجري وراهم وتقفل ده، تقفل المحاضر دي وتقول إن مفيش سرقة حصلت، وإن دي صرف من بند على بند، اللي هو إيه برضو ما نعرفش. اللي اكتشفت بعد كده إن لما طلع لي حكم قضائي برجوعي الوزارة، اكتشفت فيه ان اللي بيمسك الماليات في الوزارات او المسؤول التنفيذي في الوزارة لما يكون منتدب قراراته التنفيذية فيها قرارات باطلة. ده من حكم محكمة طلع لي، ما طبعا ما كنتش اعرفه لاني انا مش دارسة قانون. فقالك الموظف المنتدب ملوش قرارات تنفيذية خارج حدود انتدابه، فما كانش ينفع انه يطلع لي قرار رفض. فوصلنا انه الضباط والمنتدبين بيمسكوا ماليات علشان لما بيسرقوا ما بيتحاسبوش عشان هم منتدبين. دي جزئية. انا كل ده بقول اختراق قانون وعدم تنفيذ قانون من الدولة اللي بقت دي على ايدين ده. الستتين دول خدوا حكم في 2018 انهم يرجعوا وظيفتهم، زي ما انا قبلهم خدت حكم ان انا ارجع وظيفتي على ما يترتب عليه من اثار. طبعا اللي اتعمل فيا من المحامين ان انا سلمت الصيغه التنفيذيه فهم ما نفذوش، فانا اترفدت تاني وتالت ورابع، لا هم 3 مرات عشان ارجع بمحلل، عشان الشرع قال كده. المهم رفضوا انهم يسلموا الصيغه التنفيذيه. سلمني حاجتي وخد صيغتك التنفيذيه. انت ما ينفعش، القانون بيقول طبعا بعد ما اتقرصت انا، القانون بيقول ان انت بتستلم الصيغه التنفيذيه لما الاصل لما بتنفذ، لكن انت تم اعلانك بالصيغه التنفيذيه نفذ، اديني فلوسي، رجعني على وظيفتي، طلع قراراتك. فاللي بيحصل انه ده مش بيحصل. بلس انه قال لك ايه بقى، طلع لك فتوى من مجلس الدوله على الكيف كده، ومعرفش ازاي ومن امتى الفتوى بتلغي قانون. يعني حكم المحكمه طالع اطلع عليه فتوى، كاني حسيت ان احنا داخلين بتوع الافتاء في الطلاق، اللي هم لما نفتي في طلاقة واحدة وواحد والراجل يقول لا انا ما طلقتش وهي تقول لا طلقت، فلا الرجالة بتوع الفتوى يحكموا للراجل علشان مش مشكلة هو يكذب، بس هي الست اللي ممكن تبقى غلطانة. لكن طب مين يا جماعة يتحمل وزر الزنا هنا؟ لا مش انا. طب ما انت يا عم اللي بتفتي، انت شايفة كدابة هتتحمل وزر كده، لكن مين هيتحمل وزر الزنا؟ لا. فلقينا بقى حاجه اسمها فتوى في مجلس الدوله، دي انا رحتها واتطردت منها، وموظفه تعدت عليا فيها بالضرب والشتيمه عشان واخده فلوس من الوزاره عشان ما تدخلنيش بتاع الفتاوى. كنت اول مره اشوف موظفين يتعدوا على مواطنه. بلس انه انت لما تيجي تسلم حاجه يقول لك لا انا استلم من جهه ما استلمش من موظف. طب ما ده اختراق للقانون برضه. امال طب انا موظفه جبت لك الحكم انت مش عايز تستلمه، كتبت لك مذكره مش عايز تستلمها، طب المفروض انا اروح فين؟ والموظفين
ما بيطبقوش القانون. ولما تروح مع النيابة الإدارية ولا تروح النيابة العامة وتعمل عدم تنفيذ الوظيفة بتاعته ولا الحاجات دي، تلاقي الوزارة تدخلت بالبروتوكولات اللي بتعملها والفلوس اللي بترشها واظرف الفلوس اللي بتطلع من مرتبات UNDP للقضاة والوكلاء النيابة وللناس دي كلها. والارقام التليفون اللي من غير، اللي هي اللي مش بتتشاف دي، اللي هو انا هنا بعملها باوبشن في التليفون، لكن في مصر بيعملوها للناس المهمة وبيدفعوا عليها فلوس. فالموضوع تحول ان مفيش اي قانون، لدرجة ان انا بسببي اتمنع ان انت تاخد عنوان موظف في الدولة ترفع عليه قضية جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي. رئيس الجمهورية بسببي انا طلع القرار ده عشان يحمي الموظفين اللي ما بينفذوش احكام القضاء. الستتين دول بطاقتهم انتهت، حبوا يطلعوا بطاقة، السجل المدني رفض الحكم، رفض يستلم الحكم او يطلع لهم البطاقة بالحكم. التأمينات هم متسجلين في التأمينات ان هم في نزاع قضائي، والوزارة وقفت انها تدفع لهم تأميناتهم، يعني حتى لما يطلعوا سن المعاش مش هيلاقوا معاشهم. تمام. والتأمينات ما بتاخدش منهم الفلوس. يعني انت كل ده violation او انتهاك للقانون، كل دي انتهاكات للقانون والحق المواطنة. السجل المدني عايز حاجة من الاتنين، يا اما يدوله قرار الرفض اصل بختم النسر، وده ما بيحصلش، ان موظف بيستلم قرار الرفض اصل وهو ماشي بيستلم منه صورة، والمحكمة بتعترف بالصورة وبتعمل القضية على اساسها. المحكمة عايزة يا اما قرار الفصل يا اما وجواب من التأمينات. يعني حتى مش من حقهم يطلعوا بشهادة التخرج حاصل على. الحكومة مش معترفة بالباسبور كبديل للبطاقة، رغم ان الباسبور فيه رقم البطاقة وفيه البيانات. والمفروض ان هنا حتى في امريكا ان الباسبور عشان تطلعه انت بيبقى لك ورق في الدولة، فانت البنوك مش معترفه بالباسبور، اي حد مش معترف بالباسبور، ودي اهانه طبعا للباسبور بتاعك. فانت بلدك مش معترفه بباسبورك، انت متوقع مين في الدول هيعترف بباسبورك؟ راحوا للوزير، مكتب الوزير رفض يستلم، قال لهم روحوا شؤون العاملين الاول، لما شؤون العاملين توافق او ما ترفض ترجعوا لي. طيب ما انت وزير، وزعوا على شؤون العاملين، انت ليه بتمرمط الناس؟ ما انت عندك ارشيف يوزع ويرجعوا لك بالرأي بتاعهم. لا، رفض يستلم. اتصلوا بمدير شؤون العاملين ايمن حسن، انا بتكلم على وزارة الاتصالات. ايمن حسن اداهم ميعاد الثلاث او الاربع هو موجود في العاصمة الادارية. طبعا الناس اتفشخت لغاية ما راحت العاصمة الادارية وراحوا ما لقوهوش. لففوهم كعب داير بقى على الشؤون القانونية عند أسامة الألفي، عند شؤون العاملين عند إيهاب، مش فاكرة اسمه إيهاب إيه. المهم كل واحد فيهم يقول لهم من حقكم تسلموا الورق أو سلميه هنا أو يرجعوا لي الجهة التانية. تمام. يرجع يكلم أيمن حسن، أيمن حسن اللي هو مدير شؤون العاملين، يقول لهم لا ما تستلموش. فلا الشؤون القانونية رضيت تستلم ولا شؤون العاملين رضيت تستلم، وراحوا طالعين على رجعوا لمكتب الوزير تاني. مكتب الوزير رفض يستلم البطاقات واستلم منهم الكفر ليتر اللي بيطلبوا فيه الطلب بتاعهم بيشحتوه، اللي بيشحتوا فيه حقه. المهم راحوا بعد 3 أسابيع اتصلوا بالوزارة عشان يشوفوا ايه اللي حصل. قالوا لهم لا ده احنا حولنا الموضوع على رئيس قطاع الأمانة العامة اللي هو مدير اللي فوق بقى شؤون العاملين،
واللي فوق الشؤون القانونيه، واللي فوق الشؤون الماليه، واللي فوق كل حاجه ده رئيس قطاع الامانه العامه النصاب رأفت هندي، اللي هو كان طرف وخصم في قضيه رفضهم، ان هو طلع ورق من السيستم بغيابهم رغم ان هم كانوا باصمين الكتروني. وهو كان ساعتها رئيس الموارد البشريه، الموارد مش البشريه، الموارد اللي هي احنا بنسميها رئيس الموارد اللي هي ريسورسز، اللي هي الاي تي. فكان تحت ايده بقى الاي تي والكمبيوترز والسيستم والحاجات دي كلها. فتلاعب في سيستم الحضور والانصراف، وهم كان معاهم ما يثبت ان هم بصموا، كان عندهم ختم الشيت بتاع الحضور والانصراف، وهو قدم مستند مزور في المحكمة وما اتحاسبش على جريمة التزوير، بل بالعكس المخابرات العامة راحت مرقياه ومدياله رئيس قطاع أمانة عامة في وظيفتين متعارضين. يعني هو بقى رقيب على نفسه وتنفيذي. زي كده رئيس الجمهورية ما شاء الله عليه لما هو مسك كل حاجة، رئيس المجلس الاعلى للاثار فيتسرق، رئيس المجلس الاعلى اللي مش عارفه ايه فيتنهب، رئيس مش عارفه ايه فالمطار يطفي ومش عارفه ايه، لغايه ما وصلت لبقت دي. يعني الموضوع مش شخصي خاص بوزاره واحده، لا، ده اسلوب في الدوله متبعاه انها بتتحول لدوله فاشله، ان احنا بنلغي فيها قانون عشان نطلع ميليشيات، عشان نفضل نسرق ومحدش يحاسبنا، علشان نشيل ميزانية الدولة ونخلي الصناديق، عشان نقول ان العاصمة الإدارية ما اتبنتش بفلوس الدولة. طب وانت عارف عندك مصدر غير الدولة تجيب منه فلوس؟ ايه، بتغسلوا أموال؟ المهم دلوقتي الناس وضعها ان الحكومة مش معترفة، أجهزة الحكومة والبنوك مش معترفة بالباسبور، ان التأمينات ما بتاخدش فلوس تأميناتهم وهم في نزاع قضائي، رغم ان هم عندهم حكم محكمة، فالتأمينات مش عايزة تعترف بحكم المحكمة. الجهة مش عايزة تنفذ القانون ومصرة يدولها الصيغة التنفيذية علشان ترفدهم تاني وما تديلهمش حقوقهم المالية. ان في فتوى طالعة من مجلس الدولة بعدم بالاجر مقابل العمل، رغم ان هم في البندمج كانوا بيقبضوا وهم قاعدين في بيوتهم، وان دول اصلا القانون كاتب انهم على ما يترتب عليه من اثار فالمفروض ياخدوا كل حقوقهم المالية ويرجعوا لوظيفتهم وياخدوا الترقيات بتاعتهم وياخدوا الزيادات المرتب بتاعتهم. فالدولة رافضة تديهم فلوسهم اللي هي موجودة بحكم قضائي. انا طالع لي 3 احكام قضائية، 3 احكام قضائية ان انا استلم فلوسي وما اخدتهاش. ولا بيديك الفتوى يسلمك الفتوى، هو بس بيقولها لك. امتناع الموظفين العموميين عن استلام عن اداء وظيفتهم بالنسبة للمواطن، عن استلام الجوابات والخطابات والطلبات بتاعة المواطن عشان المواطن في مرحلة تقاضي. الدولة منع الموظفين انهم يقاضوا الدولة او يقاضوا اي موظف في الدولة. الدولة منع ان انت تروح تشتكي اي موظف في الدولة في الاسم. ماشي. فدلوقتي 2 واخدين احكام قضائية، لا السجل المدني معترف بالحكم القضائي، ولا السجل المدني معترف بالباسبور، ولا التأمينات معترفة بالحكم القضائي، ولا اي حد في الدولة عندك معترف بالحكم القضائي. يعني السيسي لغى القضاء من ساعة ما طلع في غيط العنب وقال انا القضاء ده ما يلزمنيش في حاجة. فموظفين القضاء اللي قاعدين عندكم ما هم الا فئات امنة والتراس خاص بالحكومة
عشان اشراف على انتخابات، عشان يقبضوا على اللي عايزين يقبضوا عليه، علشان يسرقوا براحتهم. فالدولة تحولت الى عصابة، الى قطاعين طرق نازلين، او مطاريد جبل نزلوا على البلد واستولوا عليها. فبقت الدفاتر دفاترهم والورق ورقهم، وانت ملكش حقية كمواطن، لا حق في مواطنة، ولا حق في تقاضي، ولا حق في اي حاجة، ولا حق في انك تعيش عشان انت اخدت حكم قضائي ان انت ترجع شغلك، عشان يتمثل بيك قدام بقية الناس انك تبقى عبرة، انك اهو عايش ميت، لا خدت شغل، ولا خدت شهادة خبرة تشتغل بيها، ولا خدت فلوسك، ولا خدت اي حاجة، وكمان هنطلعك مخالف ان انت ما تعرفش تعمل بطاقة فتعيش ميت، تمشي مستخبي زي الحرامية. نطلق عليك حكم ان انت ما معكش بطاقة، لان محدش عايز يستلم منك الحكم القضائي بتاعك وينفذه. انت مش رحت يا حبيبي اتحميت في القانون، خلي القانون ينفعك. فدي دولة بقت دي على ايد ده. الناس دي تحل مشكلتهم ازاي؟ يعني هي بتكلمني امبارح بتقولي اعمل ايه؟ قلت لها للاسف انتوا ما عندكوش قانون، وللاسف ده سبب من اسباب اللجوء. انا لو منك اطلع واعمل لجوء، لان مفيش حد في بلدك هيديكي حقك، مش هتاخدي حقك، ما عندكيش كلمة حق في مصر. من 52 مفيش حق في مصر. لما تخش مجلس الدولة ويبقى استغلال النفوذ غلط إداري، خطأ إداري، جريمة إدارية، مش جريمة، لا يعني ليه؟ علشان يعملوا فئات آمنة. يعني إيه محكمة؟ يعني إيه دولة مش معترفة بحكم محكمة؟ يعني إيه دولة تقولك لا اديني قرار الرفض، أنا ما اعترفش بحكم المحكمة؟ عشان رئيس الجمهورية طلع قال أنا ما بعترفش بأحكام القضاء. رئيس الجمهورية خلاها دي، بقى ده خلاها دي. فالناس دي بقى تاخد حقها ازاي جوه البلد؟ انا ربنا نجاني وطلعت بره البكابورت ده. الناس دي تعيش ازاي؟ لا حكم محكمة نافع، ولا حد في الدولة بيستلم منهم ورقة، ولما بيروحوا للنيابات، النيابات بتحفظ الورق، بتستلم منهم الورق. وكل موظف قاعد في وزارة الاتصالات، قيادة من قيادات وزارة الاتصالات، فهو حرامي وقواد. وان ما كنتش فيك الصفتين دول فانت مش موظف دولة. وما تقوليليش ان في حد في الدولة محترم، ما حدش في الدولة محترم. لازم يا الاتنين يتوفروا فيك، حرامي وقواد. لو انت حرامي بس ما تنفعش، لازم حرامي وقواد، ولازم تكون متصور. شريف هتتمرمط وهتترفد وهتلف، وهتلاقي احكام قضا يتقالك ما بنعترفش باحكام القضا، عشان رئيس جمهوريتك القواد بيقولك انا ما بعترفش باحكام القضا، وراح خد بيوت الناس في المنتزه وهدها. اول مره يقول انا ما بعترفش باحكام القضا كان في المنتزه في غيط العنب، ومبارك على القناه التانيه
اللي هو قطع البث فيها، انا بلتزم بالقانون، انا اطلعت على الحاجه بصفتي الوظيفيه، فلازم رئاسه الجمهوريه تديني تصريح ان انا اقول كده. ورئاسه الجمهوريه رفضت تديله تصريح. فكان عندك رئيس جمهوريه بيقول انا بنفذ قانون، ورئيس جمهوريه بيقول لك انا ماليش في احكام القضاء، فراحوا قاطعين البث على بتاع القانون. ومن ساعتها بقى يا برنس خش اسم، لو انت بتقاضي فئه امنه او بتشتكي فئه امنه ممنوع. وطلع قرار بيها من التنظيم والاداره. التنظيم والاداره طلعت قرار ان ممنوع على اي موظف في الدوله انه يشتكي جهه في الدوله. طلع قرار من التنظيم والاداره كده. فانت عندك انتهاك للقانون وما عندكش دوله قانون، ماشي. ومن حق اي حد يا جماعه انه يطلع يطلب لجوء بالكلام ده. وفي ناس جايه على الحدود وطلبت لجوء بالحاجات دي وخدته، خدت بارول، يعني خطوه وهتاخد الجرين كارد. انتهاك الدوله اللي ما تمكنكش من ان انت تاخد حقك، فافقدتك حق من حقوق المواطنه تخليك تروح تاخد بيها لجوء. تخرجوا بقى حدود، تخرجوا اي مطارات في العالم. وللاسف ان مصر دولة لجوء، بتاخد فلوس على دخول الناس وعلى منعها خروج الناس هجرة غير شرعية، عشان عارفين ان الهجرة غير الشرعية هتخليك في الاخر تبقى مواطن محترم في دولة بره. احنا الاول مرة نشوف المصريين جايين على حدود امريكا، ما كانتش بتحصل. بيدفعوا 22,500 للعيال اللي في باطة، اللي هي بقت نفس التسعيرة اللي بياخدها ابراهيم العرجاني على الحدود بتاعت سينا من الفلسطينيين. صدفة التسعيرتين بواحد، ان اللي يخرج بره البلد يدفع 22,5 واللي يدخل البلد يدفع 22,5. صدفة التعريفة دي؟ واللي بيخرج من موريتانيا وبيخرج من السودان بيدفع 3000 دولار بس. المصري عشان يخرج بره بلده يدفع 22,5. ليه؟ ده خارج من جهنم. واللي داخل جهنم دي انا مش عارفه الناس مخها عامل ازاي انها تهرب على مصر. انا مش قادره افهم. زي برضو ما في واحد سوداني الحكومه في المانيا المسرحاه يتهجم على الستات في الشارع، ولما واحده ست وقفت له خافوه. الحكومه خافته، المباحث خافته. يعني كل واحد بقى في البلد، كل جهه في البلد هي بلطجيه بطريقتها، متسابع عليك بطريقتها. فهي بقت دي على ايدين ده. البلد اللي ليها علم مصريات بيدرس في العالم كله بقت دي، بقت مش دولة. الستات دي تطلع بطاقة ازاي والدولة مش معترفة بالباسبور وبأحكام القضاء؟ البنك مش معترف بالباسبور، السجل المدني مش معترف بالباسبور، اي جهة في الدولة مش معترفة بالباسبور، وانت عايز الناس بره تعترف بباسبورك؟ الدولة اجهزتها مش معترفة بحكم القضاء، تقول لك لا انا ما اخدش حكم محكمة، هات لي قرار الفصل. طب ما هو طلع حكم محكمة يلغي قرار الفصل. لا ما بنعترفش بأحكام المحكمة. جمهورية مصر العربية ما بتعترفش بأحكام القضاء. جمهورية مصر العربية ما بتنفذش أحكام قضاء.
وحالتين، 3 حالات، حالتي وحالتين الاتنين زمايلي بتوع اللي معايا، احكام قضا ما اتنفذتش. وجهات تلففك حوالين نفسك عشان تسلمها طلب، تذلك. عشان ازاي انت قضيت الدولة؟ ازاي طلبت حقك؟ انت مجنون. ازاي اصلا تمسك قضية فساد على حد؟ ازاي تبلغ عن الفساد؟ كان في حد بيكلمني يقول لي اصل لا ده الريس مش عارفه عمل ايه علشان ابنه كان فاسد. مين ده يا حبيبي؟ انت مفيش فاسد في بلدك يترفض، ده بيتقرب وبيترقى. اقول لك الراجل طلع قضيه تزوير، زور في ورق حضور بقى رئيس قطاع امانه عامه، مسك رقابي وتنفيذي في نفس ذات الوقت، عشان حرام، عشان قواد. فدلوقتي اللي عايز يبقى حاجه في الدوله يطلع يرقص. بس معرفش ليه برضو قبضوا على فتيات التيك توك، مش فاهم. هل مثلا نفسكوا في اكل العيش؟ هل طلعت تشتغل من غير ما انتوا تشغلوها؟ هل جابت حد من بره يشغلها وانتوا لا؟ فكنتوا بتدخلوا في الشراكه دي، بتعملوا بروتوكولات مع الدول اللي شغلتها او مع الابلكيشنز اللي شغالها. الناس دي تمشي ازاي في الشارع وهي معاها تمشي بحكم المحكمه اللي محدش معترف بيه؟ الموضوع مش شخصي يا جماعه، الموضوع يتطبق على الكل. كلكم هيتعمل فيكم كده.